السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكل فرحة وبكل ثقة في النفس وبكل سعادة. اليوم جيت باش ندير واحد التحليل بسيط للمقابلة اللي جمعات ما بين المنتخب المغربي البطل ديالنا اللي شرفنا واللي هز لينا الراية الفوق واللي تيشرفنا دائما واللي ما عمرنا كنفقدوا فيه الثقة. جيت اليوم باش ندير واحد التقييم بسيط للمقابلة اللي جمعات ما بين المنتخب المغربي وزامبيا واللي تفوق فيها المغرب 3-0. منتخب المغرب فاز ب3-0 على زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس إفريقيا ديال 2025 اللي يضمن واحد الصدارة في المجموعة الأولى ديالو ب7 ديال النقاط. الأهداف ديال المباراة كانوا 3 ديال الأهداف. كان هدف من اللاعب البطل صاحب ديك الرقصة الجميلة اللي تيدير من بعد كل تسجيل اللي هو إبراهيم دياز، والهدفين الآخرين كانوا من طرف اللاعب المتميز البطل الكعبي اللي حتى هو أيوب الكعبي اللي كيدير تقنيات جميلة جدا اللي كتاخد الأنظار، بحال مثلا ديك ضربة المقص اللي سجل بها. عرفتي راه واحد ضربة المقص اللي اكسبسيونيل اللي ما يمكنش ما يعلق عليها أي واحد مهتم بالكرة. الوغ أيوب الكعبي دار هدف مبكر وعاود دار هدف ثاني من بعد، وإبراهيم دياز دار واحد الهدف اللي هو جميل. جا الفوز قوي وواضح وأصر الفريق على النتائج المرضية من البداية. علاش؟ لأنه منين دار داك التسجيل المبكر صافي ولات عنده الثقة في النفس وهز الثقة ديال زامبيا في نفسها، حيت التسجيل المبكر راه كيعطي واحد القوة للفريق ما كتصورش. الوغ ما شنو هي الأسباب اللي ساعدت على هذا الفوز المذهل؟ الضغط منذ البداية والثقة الهجومية. المغرب بدأ المباراة بأسلوب هجومي واضح من الدقائق الأولى وأحرز هدف مبكر مما كسر إحباط البداية السابقة وأعطى اللاعبين واحد الثقة أكبر في الأداء. إخراج أفضل ما لدى النجوم. دونك أيوب الكعبي عادة بقوة سجل هدفين مميزين. إبراهيم دياز سجل حتى هو ذاك الهدف الرائع اللي تبعوا بديك الرقصة الهائلة كل ما كنتذكرها زعما تتلج القلب. المهم وجود لاعبين قادرين على تغيير مجرى اللعب كان عامل مهم لتحقيق نتيجة كبيرة. وكان عودة بعض العناصر وتحسن يعني الأداء ديال المغاربة. علاش؟ لأن رجعت لهم الثقة في النفس بسبب رجوع حكيمي، ولو أن حكيمي باقي ما تشافاش كومبليتمون، لأن ولو تشافى على الصعيد فيزيك يعني على رجليه برات، ولكن باقي عنده واحد لابور بسيكولوجيك، يعني خايف أن شي واحد يعاودوا يضربوا على هذيك البلاصة ويعاود عاوتاني يغيسيديفي في المرض ديالو. دونك يعني حتى الشفاء ديالو راه ماشي كامل، انما بغى يدخل الملعب اولا كتيست ليه، بغى يتيستيه الركراكي واش فعلا نيت قادر باش يخوض الاجواء ديال المباراه، وفي نفس الوقت بغاه باش يحيد هذيك لابور اللي كاينه فيه، وثالثا بغى باش يرد الثقه للمغاربه لانه هو قائد الفريق. دونك تركيز من الفريق بعد الانتقادات السابقة. كانوا هناك انتقادات كبيرة من السوشيال ميديا ومن الناس عامة من بعد التعادل مع مالي، وكانت انتقادات كبيرة وبيان سور غادي تكون أثرت في وليد الركراكي، لذلك أعاد الحسابات ديالو وعاود بدل التكتيكية وعاود ولا مصر على الفوز ومصر على الإقناع بأنه راه هو وليد الركراكي اللي كان معهود عندنا واللي عارفينه بالله راه متميز وغادي يجيب لنا ان شاء الله الكاس. دونك دار هذا اللعب وبدل التكتيكيه وبدل التقنيات ديالو باش يعاود يعطينا الثقه في النفس ويعطينا الثقه في الفريق ديالنا. الوغ كان هناك ايضا التركيز من الفريق بعد الانتقادات السابقه، بعد الاداء الضعيف، بعد الشيء ولو انه جاب غير التعادل يعني ما خسرناش. بدا واضح على ان اللاعبين والمدرب ركزوا اكثر على الانجاز وربطوا ادائهم بنتيجه ايجابيه. دونك دابا نجيو ندويو شويه على ديك التاثيرات ديال السوشيال ميديا. التاثير ديال السوشيال ميديا على الفريق. الركراكي اعتذر على السوشيال ميديا للجماهير بعد التعادل واظهر وعيه بحجم التوقعات والحماس
والحماس المحيط بالفريق. تعليقه بعد الفوز أعطى رسالة محورية، قال بلا نشعر أن كل البلاد خلفنا، وهذا تحفيز إيجابي للجماهير واللاعبين على حد سواء. والسوشيال ميديا لأنه عارف أن ولو المغاربة مقلقين منه، إنما راه مقلقين منه باش يحفزوه وباش يحتوه باش يعاود النظر في الأسلوب ديالو ويبدل التقنية. الوغ السوشيال ميديا لعبت دور تحفيزي وفعال في رفع الضغط على الفريق بعد التعادل، لأن النقد الكبير حفز الركراكي على تعديل الأسلوب ديالو، وحفز اللاعبين أيضا نفسيا، وخلى عندهم واحد التركيز على نتيجة قوية. وهذا الشيء اللي ظهر لنا في هاد الشوطين ديال زامبيا مع زامبيا. الخلاصة هو أن المغرب فاز ب3-0. الفريق صحح أخطاؤه من مباراة مالي، استغل قوة نجومه مثل الكعبي ودياز، ونجح في السيطرة على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وما عطاش ولو دقيقة واحدة لزامبيا باش تخترق الجدار ديالو وتدوز تسجل. نهائيا سد عليها كل شيء الأبواب. دونك السوشيال ميديا والضغط الجماهيري راه ساعد الركراكي على إعادة ترتيب أوراقه، وتأكيد أنه ليس بعيدا عن الجماهير بل يعمل على إسعادهم، وهذا ساهم إيجابيا في الأداء ديال الفريق. دونك الرسم التكتيكي اللي كان في المقابلة اعتمد الركراكي على 4-3-3 اللي هي مرنة، وكتحول مرة 4-2-3-1 أثناء الهجوم. كان عندنا واحد الدفاع متقدم، وسط الميدان متوازن، أجنحة سريعة خصوصا في الجهة اللي فيها دياز، والراس الحربة ديالنا اللي كان هو الكعبي. دونك عكس المباراة مع مالي اللي ما كانتش فيها واحد اللعب، كان فيها واحد اللعب اللي هو بطيء جدا، وكانوا التمريرات أفقية، ويعني كثيرا ما كانت أفقية وكانت غير مجدية. الوغ كيفاش ربح المغرب المعركة في الخطوط؟ الخط الدفاعي كانت فيه واحد الصلابة وواحد الذكاء مفرط. دونك الدفاع لعب بخط متقدم لكن بحذر، وتقليص المساحات أمام مهاجمي زامبيا، وقطع الكرات مبكرا ومنع المرتدات. دونك الفرق الكبير ما بين المباراة مع مالي كان الدفاع كيتراجع وكان ضغط أقل، أما أمام زامبيا الدفاع كان متقدم على طول الخط، وكانت سيطرة أكبر وعلى وفي كل وقت المنتخب المغربي. دونك وسط الميدان كان هو المفتاح ديال الفوز. وسط الميدان كان قلب المباراة، كان اللعب مرتكز على قطع الكرات، كان كيربط الدفاع بالهجوم، كان كيصنع اللعب بقوة، والتمرير كان عمودي وسريع، وكسر الضغط ديال زامبيا بسهولة، وكان افتكاك الكرة بسرعة بعد فقدانها. هذا الشيء غاب تقريبا في المباراة ديال مالي. داكشي علاش هنايا كان الهجوم عنده واحد الفعالية جيدة. دونك أيوب الكعبي بين لنا على أنه ما يعني يخفقش في التسديد من بعد ما كتجي فرصة ديال أنه يسجل. كانت تحركات ذكية داخل الصندوق، يعني مربع العمليات، استغلال ممتاز للعرضيات، وثقة عالية أمام المرمى. وإبراهيم دياز لعب بين الخطوط وكان سريع جدا، تبارك الله عليه وما شاء الله عليه. دونك لعب بين الخطوط، سحب المدافعين، وكيدير تسديدات دقيقة. دونك المغرب ما احتاجش لواحد الاستحواذ كبير، بل احتاج غير لواحد الفعالية اللي هي جيدة. إذن التعامل ديال الركراكي لم يدخل في صدام مع الجماهير، وهذا كان ان بوين اللي هو فوغ، لانه عارف بلا هذوك الانتقادات ديالهم راه ما كانتش ضده، بل كانت لصالحه، غير باش تحفزه باش يعيد الترتيب ديال الاوراق ديالو. دونك اعترف بالتقصير، عدل الاسلوب وعدل بعض الاسماء. دونك رفع عنده السوشيال ميديا السقف ديال المسؤوليه، وحفز المدرب واللاعبين. يعني هاد السوشيال ميديا حفزت المدرب واللاعبين انهم يبدلوا التكتيكيه ويكونوا قويين اكثر من المقابله مع مالي، واعادت الواقعيه للقرارات. دونك ولكن السوشيال ميديا راه ما خاصهمش يفوتوا واحد لا ليميت في الانتقادات، لان ملي كيفوتوا واحد لا ليميت كيتحول داكشي لواحد العامل اللي هو سلبي مستقبلا. دونك نحفزوا ونوقفوا ونعطيو الانتقادات ديالنا، ولكن في نفس الوقت نهضروا بطريقه ايجابيه باش ما عمرنا نفشلوا المنتخب ديالنا. وعلى العموم المهم كان واحد اللقاء اللي هو رائع جدا، عاد لنا الثقه في انفسنا، وحنا دائما وراء المنتخب المغربي، وان شاء الله غادي نمشيو حتى نديو هذيك الكاس، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. وتحيه
عالية لكل شي المغاربة.